تفتكر ممكن يكون مكتوب إيه على جدران الأهرامات غير أسماء الفراعنة وقصصهم المعتادة؟ صلي على النبي واشترك في القناة ويلا بينا نبدأ. الحكاية دي بترجع لعصر كان فيه القطر المصري متقسم بين ملوك بيتنافسوا على السلطة، وكأن أرض الكنانة ما بقتش تسعى غير لواحد بس. يا سلام، يعني صراع على العرش تاني؟ ما بيزهقوش من الحرب والخراب؟ الصراع ده كان على أشده، والناس كانت بتدفع الثمن من دمها وراحتها، لغاية ما ظهرت العلامة اللي قلبت الموازين. علامة ايه دي؟ ايه اللي حصل بالظبط؟ في ليلة مؤمرة كشف نور القمر السر المخفي على جدران هرم خوفو نفسه. فجأة ظهرت نقوش غريبة بلون أزرق سماوي ما كانتش موجودة قبل كده. نقوش جديدة؟ ازاي ده يحصل؟ دي أكيد حاجة ليها علاقة بالآلهة. النقوش دي ما كانتش مجرد رسومات، دي كانت رسالة مباشرة من تحوت، إله الحكمة والكتابة. يا لهوي، تحوت بنفسه بيتكلم؟ الرسالة كانت بتقول ايه؟ الرسالة كانت واضحة وصريحة: اوقفوا القتال، فالصراع بينكم يجلب غضب رع، وإن لم تفعلوا ستحل الكارثة على مصر كلها. تحذير إلهي بالشكل ده؟ أكيد الملوك سمعوا الكلام على طول. ده اللي المفروض يحصل، لكن الكبرياء والطمع كان مالي قلوبهم لدرجة إنهم تجاهلوا الرسالة واعتبروها مجرد محاولة من الكهنة لإخافتهم. ده جنون رسمي، يرفضوا أمر الآلهة؟ بعد التجاهل ده بأيام قليلة بدأ الغضب الإلهي يتجسد على الأرض. الأول كانت عواصف رملية عملاقة بتغطي المدن كلها لدرجة إن النهار كان بيتحول لليل مظلم. عاصفة مش عادية يعني، دي حاجة غير طبيعية. وبعدها بدأت الأرض ترتعش بزلازل قوية هزت المعابد والقصور، والناس خافت لدرجة إنهم سابوا بيوتهم. الملوك نفسهم شافوا الزلازل دي بتدمر أسوار قلعهم وشافوا الكارثة بعينيهم. يعني الآلهة ما كانتش بتهزر، ده اختبار صعب لإيمانهم وطمعهم. في اللحظة دي بس الملوك حسوا بالرعب وأدركوا إنهم ارتكبوا خطأ ملوش تمن. فجأة سابوا الحرب اللي كانوا مولعينها وبدأوا يدوروا على طريقة يرضوا بيها تحوت ورع. يا ترى قدروا يصلحوا غلطتهم قبل فوات الأوان؟ اجتمعوا في معبد الكرنك ووحدوا صفوفهم لأول مرة، مش عشان يحاربوا بعض لكن عشان يصلوا مع بعض. وقتها بس لما حسوا بالوحدة والتوبة بدأت الكوارث تهدى تدريجياً. درس قاسي لكن ضروري، إن مفيش قوة أكبر من إرادة الآلهة والوحدة. مصر رجعت تاني تشوف نور الشمس، بس بعد ما عرفت إن طمع الملوك ممكن يجيب عليها الدمار من السماء. سبحان الله، حكايات الفراعنة دي دايما فيها عظة وغموض. وللعلم كل قصصنا خيالية للمتعة والتسلية فقط. وهنا خلصت حكايتنا، استنونا في قصة جديدة إن شاء الله.